السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبه لكم فيديو حلو جدا جدا جدا، من الفيديوهات المقربة جدا جدا لقلبي. النهاردة هنعمل مع بعض فكرة حلوة جدا جدا لإطعام الطعام. هتعيشوا معايا كل لحظة، هيعجبكم قوي قوي. فكرة حلوة وسهلة وبسيطة، ممكن تعملوا بيها إطعام الطعام، أو كمان لو انتوا عايزين تعملوا عزومة ويكون عندكم عدد برضو حلو قوي قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. وما تنسوش كومنت منكم حلو، هيفرق معايا كتير. النهاردة هنعمل إن شاء الله إطعام طعام سهل جدا وبسيط، عبارة عن صينية بطاطس، بس طبعا هنعملها بكمية كبيرة فهنعمل في صاجين. الطريقة سهلة جدا وبسيطة وأي حد يقدر إنه يقوم بيها. أنا عارفة إن في ناس كتير قوي بتحب تعمل إطعام الطعام، بس بقى عايزة حاجة سهلة وبسيطة. الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة من أسهل وأبسط وصفات إطعام الطعام. ممكن تعملوها وممكن تعملوا عيش بلحمة على فكرة، وهقول لكم إن شاء الله في الفيديو ده حاجات كتير قوي. اللي أنا عايزة أقوله وأنتم كده بتتفرجوا على الوصفة، من وقت للتاني اعملوا إطعام طعام حلو جدًا، جدًا، بنية موتى ليكم، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويرزقهم الفردوس الأعلى، ما تنسوهمش يا جماعة. إطعام الطعام حاجة حلوة جدًا، جدًا، لينا ولولادنا ولحياتنا. دايمًا طول الوقت طلّعوا إطعام طعام على قد ما تقدروا، وأنا دايمًا قُلت لكم الأفكار كتير جدًا، جدًا. يعني لو أنتِ متيسرة الحال وقادرة إنِّك تعملي حاجة كبيرة، ممكن تدبحي عجل وتوزّعي لحمته، حلو جدًا، جدًا. ممكن تجيبي خروف، مش قادرة ممكن تجيبي وراك زي ما إحنا عاملين النهارده كده، ممكن تعملي كفتة ومكرونة بالصلصة، حاجات كتير أوي ما تعدّوش. ممكن توزّعي فاكهة، عملت معاكم قبل كده فيديو إن إحنا بنحط كل منجاية وإزازة مَيّة في كيس وبنوزّعهم كده وإحنا معدّيين، هتلاقي ناس تعبانة وواقفة في الشارع بتعمل حاجات، ولمّا تاخد كده إزازة مَيّة تكوني حاطاها طبعًا في التلاجة والوقت يكون صيف، بجد هتفرق كتير جدًا، جدًا، جدًا. على قد ما تقدروا استثمروا للآخرة، لإن إحنا كده، كده ماشيين، فزي ما أنتم بتشيلوا في بنوك الدنيا، شيلوا في بنوك الآخرة. ما حدش عارف عمره إمتى، ودايمًا خلّي عندكم نية حلوة إنكم نِفسكم تعملوا عشان ربنا يسهّل لكم إنكم تعملوا. عايزة أقول لكم ده الطعام دي ما كانتش دلوقتي خالص، كان في رمضان، بس أنا الصراحة ما كانش عندي وقت عشان أعمل لكم الفيديو. إفطار الصائم حاجة جميلة جدًا، فلمّا يكون إفطار صائم وإطعام طعام وإدخال الفرحة على مسلم، كل ده ثوابات جميلة جدًا، جدًا. ما تحرموش نفسكم من الأجر العظيم ده. ما تقعدوش تقولوا لمّا يبقى معانا هنبقى نعمل، لمّا يبقى معانا أصل الظروف على قد، وهتفضل الظروف على قد، بس أنتم لو طلّعتوا ربنا هيبارك ويضاعف لمن يشاء. ويضاعف لما يشاء. ولمّا تيجي تعملي إطعام طعام، تعمليه زي ما بتاكليه بالضبط، تختاري الحاجة الحلوة وتطلّعي الحاجة طعمها حلو وملحها مضبوط، لإن الصدقة تقع في يد الله قبل يد السائل. فبجد، بجد أنتم كلّكم محتاجين تعملوا الحاجات الحلوة دي، وعلى قد ما تقدروا. ولو أنتم صحتكم تعبانة أو مش قادرين تعملوا كميات كبيرة، ممكن تطلّعوا إطعام طعام جاف. يعني إيه؟ يعني أجيب كيسة وأحط فيها فرخة أو كيلو لحمة أو نُص لحمة زي ما أنتم عايزين، كيس رز، كيس مكرونة، كيس سمنة أو علبة سمنة، طبعًا ده على قد مقدرتِك، وتروحي تاخديه وتودّيه لأي أسرة محتاجة. مش قادرة أقول لكم دي حاجة حلوة جدًا، جدًا. حتى لو أنتم من الناس اللي بتحب تعمل إطعام الطعام وتوزّعه كده سُخن وطعمه حلو، آآ في كمان إطعام الطعام الجاف ده رائع، لإن في ناس محتاجة تطبخ في بيتها، وعايزة أقول لكم والله دي فكرة يعني حلوة أوي، 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 إنكم تطلّعوا إطعام الطعام في منه دايمًا مستوي إنكم توزّعوه على الناس وهو طبعًا مستوي وسُخن وجميل والناس تاكل منه، وفي كمان إنكم تودّوا إطعام الطعام جاف خصوصًا لو أسرة، في ناس بتحب تطبخ في البيت، تستفاد من الشوربة، تعمل منها رز، تعمل منها أكل لتاني يوم، فبجد هيفرق كتير جدًا، جدًا. حلوة أوي، 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 وهتعجبكم، وفكرة جميلة وحلوة وتحفة. تعالوا أقول لكم عملت إيه. قطّعت البطاطس طرنشات، وبعد كده حطيت عليها البصل زي ما أنتم شايفين كده، وقطّعنا كمان الطماطم، كانت لسه ما غليتش أوي زي ما أنتم عارفين دلوقتي. وهابتدي أجيب بقى الصوص التحفة اللي يجنن، اللي هنحط فيه الوراك.
في صوص الطماطم اللي يجنن ده حلو أوي، 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 أوي. جِبت الصلصة البيتي اللي أنا باعملها معاكم في البيت، حطيت عليها ملح وفلفل أسمر وحطيت عليها كزبرة وحطيت كمان عليها شوربة عشان أخففها، وهنبتدي ناخد الوراك بتاعتنا ونبتدي إن إحنا نحطها كده في البولة بتاعة الصلصة ونبتدي نحطها على صاج البطاطس. يجنن، يجنن حتى لمّا تيجي تاكلي حتة الفراخ هتلاقي الصلصة مدخّلة الملح والتوابل في كل حتة. ساعات كنا نحط الصلصة من فوق بس، فتلاقي إن تحت الورك كده ما فيهوش صلصة وما يكونش فيه ملح ولا حاجة، لأ الطريقة دي تجنن، إنكم تحطوه كده وتغطسوه كده فياخد من التتبيلة وياخد من الطماطم ومن كل حاجة. سهلة وبسيطة وجميلة، وما تقعدوش تقولوا بقى ده إحنا هنتعب، ده إحنا هنعمل، لأ أنتِ ممكن قدامِك أفكار كتير جدًا، جدًا، جدًا. ممكن تطلّعي إطعام الطعام جاف، ممكن تطلّعيه مستوي زي ما أنا باعمل، ممكن تروحي تجيبي سمك أي محل سمك تروحي تطلبي منه مثلًا 10 كيلو سمك، 5 كيلو سمك مشويين تحفة بالرز بتاعهم، بالسلطة بتاعتهم، وتودّيهم للناس في بيوتهم. ممكن إنِّك تروحي لأي محل بيبيع فراخ مشوية لو أنتِ ما بتحبيش تقفي في المطبخ وتجيبي 5 فرخات مشويين، 10، 20 زي ما أنتِ عايزة وحسب مقدرتِك، وتبتدي توزّعيها على كل بيت، بنية إن ربنا يبارك لِك في ولادِك، يبعد عنهم أي حاجة وِحشة، بنية لو ليكِ أب متوفي رحمة عنه وصدقة ليه. يا جماعة الميت بيفرح بالصدقة ويتباهى بيها كما يتباهى الحي. يعني بُصّي باباكِ بيبقى فرحان بيكِ قد إيه وأنتِ عايشة ويقول بنتي في سنة كام، بنتي متجوزة، بنتي عاملة كذا، بيتباهى بيكِ لمّا بينادوا عليه الملايكة ويقولوا له الصدقة دي من بنتك. فما تنسوش أمواتكم، بالله عليكم ما تنسوش أمواتكم خالص، خالص. وحاجة مهمة عايزة أقولها لكم برضه، إن ممكن تطلّعي الصدقة بكذا نيّة، يعني مثلًا الصدقة دي عني وعن بابا وعن زوجي وعن أولادي، ولو في حد مثلًا متوفي أنتِ تعرفيه عايزة تطلّعيها عنه، وتقعدي تدعي كده وقت طلوع الصدقة ادعوا، يعني لمّا تعملوا عمل خيري ادعوا كتير جدًا. يا رب بارك لي في ولادي، يا رب اجعلهم صالحين، يا رب ابعد عنهم أي حاجة وحشة. الحاجات دي كلّها رائعة، رائعة فعلًا، لإن إحنا مهما عملنا ومهما عملنا ما فيش حد هيكون معاكِ خطوة بخطوة ولا مع ولادِك خطوة بخطوة إلا ربنا سبحانه وتعالى. هيبعد عنهم صاحب سيء، أنتِ مش شايفاه، أنتِ قاعدة في البيت وما تعرفيش إيه اللي بيجرى برّه. هيبعد عنهم صاحب سيء، هيبعد عنهم بنت حرام مش كويسة، هيبعد عن جوزِك أذى. فبجد، بجد يعني بجد اللي ما بيعملش صدقة ده أذى نفسه، أذى نفسه جدًا، جدًا. حاجة من أجمل وأروع ما يكون إنك طول الوقت كده تدّخر، تدّخر فين؟ في بنوك الآخرة. إحنا كده، كده ماشيين، إحنا كده، كده مش قاعدين، إحنا قاعدين شوية في الدنيا، فاتمتعوا وانبسطوا واخرجوا وكل حاجة، بس اجعل جزء من مالك لله. طلّع فلوس، طلّع هدوم في البيت، طلّع إطعام طعام جاف، طعام مستوي، طلّعوا بس ما تنسوش ناس تعبانة، حد مريض في مستشفى. بجد، بجد ما تبعدوش عن الحتّة دي، لإن الحتّة دي أمان. الصدقة تسُدّ 70 باب من السوء، الصدقة تسُدّ 70 باب من السوء. يعني إيه؟ يعني لو لا قدّر الله مكتوب إن الإنسان ده يعمل الحادثة فربنا يبعد عنّه الحاجة الوحشة دي. لو مثلًا في حد هيأذي ولادِك ربنا هيبعد الأذى ده. والله العظيم 3 يعني بجد في حاجات ربنا بيبعدها عن الإنسان، وفي حاجات إحنا ما نعرفهاش ربنا بعدها عنّنا برحمة ربنا ثم الصدقة. فخلّوا بالكم على ولادكم، ربنا يفرّحهم، يفرّحكم بيهم، ودايمًا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال، واللي عند الله خيرًا وأبقى، وما حدش ضامن عمره. ودايمًا اتمنوا إنكم تعملوا كتير، كتير، ربنا هيرزقكم وهتعملوا. آآ أنتم عارفين إن الفيديوهات دي بتأثّر فيّا جدًا، أنا باحبها أوي، أوي، ولمّا بالاقي حاجة ممكن تساعدكم والله العظيم باحب إن أنا أنشرها. طبعًا مش كل حاجة ننشرها في الخير، ولكن لو أنت بتنشر حاجة بنية إن الناس تكون فكرة جديدة ليهم وناس تتعلّم، وفي فعلًا في ناس بتبقى مبسوطة جدًا وبتتعلّم فعلًا من ورا الفيديوهات دي، فده خير جدًا. وزي ما في ناس كتيرة أوي بتنشر حاجات فاسدة تفسد العقول، لازم كمان إحنا كمان ننشر حاجة صالحة نعلّم بناتنا وأولادنا ونذكّر إخواتنا وأصحابنا إنهم يفكّروا يعملوا حاجة زي دي. وبجد، بجد، بجد الإنسان بيفتكر، ساعات ينسى ويشوف فيديو كده عن الصدقة فيلاقي الحماس يشتغل فيروح يعمل. فعشان كده الصدقة السر مطلوبة والصدقة العلنية مطلوبة برضه. وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا و ويجعل كل خير بتعملوه في ميزان حسناتكم، يبارك لكم في أولادكم ويرحم موتاكم. ما تنسوش أمواتنا من الصدقة، ما تنسوش أمواتنا من الصدقة. وعايزة أقول حتّة مهمة أوي، أوي، أوي،
سبحان الله، حتى الصدقة للأموات رزق. إزاي؟ أنت لمّا بتربّي عيالك كويس وبتعلّمهم الصح والغلط، وبتكون إنسان أنت أصلًا كريم وبتحب تعمل خير، ربنا بيخلّي الرزق ده شغّال حتى بعد وفاتك في أولادك، فسبحان الله حتى ده رزق. مش كل الآباء اللي بتموت بتلاقي ولادهم بيعملوا لهم، سبحان الله الناس اللي بتعمل لآبائها هم فعلًا، فعلًا يستحقوا زي بابا الله يرحمه ويغفر له ويرزقه الفردوس الأعلى. كان ونعم الأب، كان كريم جدًا، كان يحب يعزم الناس جدًا. سبحان الله كل ما بافكّر أعمل له حاجة ألاقي نفسي باميل جدًا لإطعام الطعام، لإنه حبيبي كان يحب العزومات ويحب يخرج إطعام كتير. سبحان الله كل ما بافكّر أعمل له حاجة ألاقي نفسي باميل للإطعام. فعشان كده أنتم ابتدوا في الدنيا عشان ربنا ما يقطعلكمش الرزق ده بعد وفاتكم، لإن فعلًا، فعلًا مش كل الآباء اللي بتموت ولادها بيعرفوا يعملوا لها الحاجات الحلوة دي. ولو أنتِ بتشوفي الفيديو وباباكِ متوفي، ما تنسيهوش أبدًا، أبدًا. مامتِك متوفية ما تنسيهاش أبدًا، لإن زي ما هتعملي لهم هم هيعملوا لِك، داين تدان. اعملوا لهم وفرّحوهم، فرّحوهم. البر لا ينقطع بعد الموت، البر في الحياة والبر بعد الموت. خلّي بالكم مهم جدًا، جدًا، جدًا. في ناس بتحسب إن البر بيخلص خلاص بموت الأب أو الأم، لأ خالص، ده البر بعد الموت أصدق من البر في الحياة، لإن أنتِ ممكن تكوني بتبرّي آآ باباكِ أو كده عشان عايزة منّه يزوّد لِك مصروف أو يشتري لِك حاجة، إنّما البر بعد الموت هم في أشد الحاجة للبر، وأنتِ مش محتاجة منهم حاجة غير إنِّك بتطلّعي الحاجة دي بحُب. فيا رب، يا رب يرحم موتانا ويرحم بابا ويغفر له ويرزقه الفردوس الأعلى. ادعوا لبابا من قلبكم، كان ونعم الأب. ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويرزقك الفردوس الأعلى. وده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. أهم حاجة عندي إنكم تكونوا استفدتوا، ما تنسوش بابا من دعاكم، ربنا يرحمه ويغفر له ويرزقه الفردوس الأعلى. كان من أعظم وأجمل الآباء. ربنا يرحمك يا حبيبي. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا باعمله. باحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.